كان عندك كام سنة لما عرفت انك ممكن تشحن كارت عداد الكهرباء من البيت؟ ركز معايا في الكلام اللي جاي ده واعمل سيف للفيديو لانك هتحتاجه. اول خطوة هتدخل على اب ستور او بلاي ستور، تحمل ابلكيشن اسمه سهل، تعمل يوزر نيم وباسورد خاصين بيك. تاني خطوة، اول ما هتفتح حسابك هتلاقي قدامك اختيارات كهرباء وميه وغاز، وهتلاقي اوبشنز تانية كتير غيرهم. طيب هنفترض ان احنا عايزين نشحن كارت عداد الكهرباء، بمجرد ما تدوس عليه هيديلك 3 اختيارات، وده هيودينا للخطوه الثالثه وهي انك هتختار كارت الكهرباء، وبمجرد ما هتدوس عليها هيديلك اختيارين، لو عندك كارت الكهرباء فيه خاصيه NFC او انك تغيره للخاصيه دي، وهنا ممكن تغيره من الابلكيشن نفسه ويجي لك ديليفري او تغيره من شركه الكهرباء. هنروح بقى هنا للخطوه الرابعه وهي انك هتختار اسم الشركه اللي مصنعه العداد، واسمها هتلاقيه مكتوب على العداد بتاعك. بمجرد ما هتضغط عليه هيقول لك حط الكارت قدام كاميرا الموبايل. الخطوه الخامسه والاخيره هيطلب منك في اول مره بس تسجل بطاقتك البنكيه او محفظتك الالكترونيه، وبمجرد ما هتسجلها في الابلكيشن بعد كده هيقول لك ايه المبلغ اللي انت عايز تشحن بيه الكارت، وهنا هتحدد المبلغ وبعد كده هتحط الكارت تاني قدام الكاميرا لحد ما يقول لك تم شحن الكارت بنجاح، وهنا هقول لك مبروك انت شحنت الكارت. وتقدر تحط الكارت عادي في العداد علشان يكتب لك جود. قول لي في الكومنتس ايه اكتر خدمه محتاج تدفعها اونلاين.